السلام عليكم. مبدئيا كده اللي يسيب ماتش زي بتاع ارسنال والسيتي وليفربول ويروح يتفرج على ماتش سيراميكا كليوباترا والزمالك يعرف له هو مجنون. يعني هما بيلعبوا كوره واحنا ما بنلعبش كوره، هما بيلعبوا كوره واحنا بنلعب صلح، احنا بنلعب اي حاجه غير الكوره اللي هما بيلعبوها. بس هنرجع بقى للدوري بتاعنا الممتع، الزمالك وسيراميكا. مبدئيا كده انا حاسس ان انا بقيت اشوف الزمالك اللي هو ايه من سنه، واخد بالك، اللي هو بتاع 2022. يعني 5 شهور متداس علينا بصراحة. بس بدأت أشم ريحة الزمالك، أداء نادي الزمالك اللي هو بيلعب كورة. النهاردة شفناه، النهاردة الزمالك ماسك هو الكورة، هو المستحوذ، هو اللي بيباصي. هو يعني بصراحة أول مرة أشوف الزمالك من 5 شهور كده بصراحة. بس عندنا مشكلة اللي احنا الزمالك عنده مشكلة اللي هو لو جاب جون ما بيعرفش يعزز الجون بجون. يعني لازم يسيبها عايمة لغاية آخر المباراة، يعني يا إما يخسر 2 يكسب 2-1، يا إما 1-0. يعني طب ليه؟ طب ما أنت ماسك الكورة وجايب جون في أول المباراة ومستحوذ على الكورة، خلص. ليه مش عارفين نخلص ب1 و2؟ يعني الميزة، يعني ما عندناش الميزة دي، الأوبشن ده مش عندنا، هو عند النادي الأهلي بس. الزمالك مشكلته اللي هو يكسب 1-0، يكسب 2-1، 3-1 بالعافية، مش عارف ليه. بس لو جينا بقى الطريقة اللي بيلعب بيها اخوان كاروس، هي يعني الراجل عنده كثافة هجومية والواحد ده بيحبه، يعني هاجم. احنا الكرة معمولة للمتعة، بس برضو مش الهجوم اللي هو يعني تلعب فاروق رؤى لوحده، واخد بالك، وبتلعب 2 قدامه يعني زيزو وشيكابالا، الاتنين بتوع كورة. انت بتعمل كثافة هجومية بس انت محتاج ديفندر، يعني زي طارق حامد، زي دونجا، يعني دونجا بتاع زمان، يعني حاجة كده قشاشة ما تعديش. فمش عارف دي هتبقى علينا ولا لينا، هنشوف. يعني ربنا يكرم والراجل يكون اكيد فاهم الدنيا كلها، واتمنى مستوى اللعيبة اللي هو يساعدوه. ده بالنسبة للمجمل يعني. لكن لو جينا اتكلمنا على هدف الجزيري، بصراحة هدف الجزيري المتعة فيه اللي هو القطعة. الارتقاء حلو وطالع عالي قوي عن المدافع، بس عارف اللي انت تاخد الستارت بتاعتك وتقطع قدام المدافع وتاخدها، ده المتعة. وخلي بالك الهدف ده هي غيرة من اللي ناصر منسي كان عامله. ناصر منسي برضو في العالية حلو قوي، يعني انت عندك فرودين اي حاجة عالية هي بتاعتهم. فان الجناب بس، الباكات، الونجات شغلوهم. عندك دلوقتي ناصر منسي اي حاجه عاليه بتاعته، والجزيري يعني اهو اي حاجه عاليه بتاعته. هو ما عملش غير الجون، بس الجون ممتع بصراحه. وانا بالنسبه لي يعني الحمد لله، يعني بدأ مقتنع بالمدرب جدا، وبدات ازداد اقتناعي اما هو رجع محمد عبد الغني للدفاع. انا بالنسبه لي مش مقتنع بمحمد عبد الغني في الدفاع اصلا، فازاي اقتنع بيه كديفندر؟ يعني اللي هو بيستلم ويباصي ويقطع، ولا بيقطع ولا بيستلم ولا بيباصي. مع احترامي ليه يعني، بس ايه، هو رزق. بس ادم بقى هيلعب، لا لعبه ايه، خليه يقطع بس. لكن محمد عبد الغني في الديفندر كان بيستخبى ورا اللعيبه، والواحد يتكلم اللي هو بيستخبى ورا اللعيبه. لكن الديفندر ده لازم تظهر انت اصلا حلقه الوصل بين الدفاع والهجوم. دي بالنسبه لمحمد عبد الغني. نرجع بقى لحاجة يعني ايه، اللي هو يعني 4 تغييرات بين الشوطين دي. يعني بص دي حاجة فظيعة، مش عارف يعني ايه، جديدة علينا كمان ان انت تعمل 4 تغييرات مرة واحدة. يعني هو قال لك انا بشوف اللعيبة الجديدة، يعني عايز اشوف اللعيبة بفترة اكبر، او بديهم وقت اكتر. بس ماشي، مش 4 مرة واحدة يعني. وربنا يكرم، ربنا سترها مع الزمالك. وفي التغييره الخامسه اللي انت عاملها في الدقيقه 66، طب انت ال 25 دقيقه اللي انت هتلعبهم بعد كده ايه؟ ما انت لا قدر الله لو لعيب اتصاب خلاص انت شربته، لو الحارس اتصاب انت شربته. فدي مش عارف مغامره ولا شجاعه ولا انت دارسها، بس هي دي يعني مغامره زايده قوي. يعني انت مش ضامن الدنيا، انت كسبان 1-0، ففي ممكن لعيب يوم مضحي كده داخل مع محمد صبحي يقعده. انت ايه هتلاعب بقى شادي محمد زي بتاع الاهلي والمقاولين؟ هتلاعب دفاع هتخسر، هتلاعب واحد تاني لعيب هتوقفه جون هتخسر. فدي مغامرة زايدة قوي. عايز تجرب لعيبة، ممكن تبدأ ايه 2 في 2 في واحد مثلا، لكن مش 4 مرة واحدة. والتغييرة الخامسة اللي هي الأخيرة في الدقيقة 66 لا أخرها شوية. ده بالنسبة لمجمل المباراة. أما لو هنيجي بقى لاختيار محمود البنا
حكم لمباراة السوبر بين الاهلي والزمالك. والله انا قلتها لك من 13 يوم بالظبط، قلت لك في بيقولوا مصدر بيقول اللي محمود البنا هو الحكم بتاع ماتش السوبر، والناس طلعت قالت ازاي لا ده حكم اجنبي وبتاع، وانا قلت لك من الغباء من اتحاد الكرة اللي هو يختار حكم اجنبي لماتش السوبر بعد الاحداث اللي حصلت من مباراة قبل مباراة الاهلي وبيراميدز. بيراميدز كان عايز حكم اجنبي، راحوا جابوا له امين عمر، مع ان امين عمر كان كويس جدا، بس يعني من الغباء اللي انا يكون بيراميدز عايز مدرب حكم اجنبي، وانا رحت جبت له مصري، فانا في الماتش اللي بعديه بين الاهلي والزمالك اروح اجيب حكم اجنبي. فهو يعني ان شاء الله ربنا يوفقه. وخلي بالك الحكام دولت غلابه، ومن الناس المظلومه في المنظومه، ومن يعني ايه، يعني تاني حد مظلوم في المنظومه بعد الجمهور. كله بياكل وكله الدنيا تمام معاه الا الحكام يعني والجماهير. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.